السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام، فيديو جديد والنهاردة عاملين حلقة مخصوصة في ناس كتير من متابعينا القناة طلبتها مني، والحلقة النهاردة هتكون عن الريلي. زي ما انتم شايفين حضراتكم، ده هو الريلي. بيعمل مشاكل كتير أوي في الطبعة، أو بيعمل أشهر مشكلة في الطبعة. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف كل حاجة عنه، هنعرف تفاصيل عنه. ما تروحوش في حتة تانية واستنوني بعد الانترو. اهلا بكم من جديد، رجعت لكم بعد الانترو. واول حاجة هنعرفها ايه هي الريلي. الريلي يا جماعة عبارة عن ايه؟ الريلي ما هو الا ملف كهرباء عادي خالص. يعني في الجزء ده زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، السلكتين دولت السلكتين ارضي وكهرباء بيتوصلوا جوه بعبارة عن ملف كهربي. الملف الكهربي ديت نشوف على واحد مفتوح. الملف الكهربي ديت بيلف حوالين قطعة الحديد دي، بيلف حوالين قطعة الحديد اللي جوه دي. طيب من زمان قوي لو نفتكر ونرجع بالذاكرة، قالوا لنا في المدرسة ايه؟ قالوا لنا لو ملف كهربي لفيناه حوالين قطعة حديد، بمجرد ان هو ما يمر فيه تيار كهربي بيتحول قطعة الحديد ديت الى ايه؟ يتحول الى مغناطيس. برافو عليك، بيتحول لمغناطيس. طيب لما يتحول لمغناطيس ايه اللي يحصل؟ اول ما يتحول لمغناطيس، شايفين كده الريلي وضعه وهو مفتوح، ده وضعه الطبيعي اللي هو الطبعة مش بتاخد اوردر فيه. ده وضعه الطبيعي لما انا ما بديش اوردر للمكنة ان هي تطبع ورق، فبيبقى مفتوح الجزء ده كده. والجزء ده بيبقى مفتوح لانه بيبقى راكب على ترس بنسميه ترس الكلاتش. تمام. فالريلي ده بيبقى راكب فين؟ بيبقى راكب في المكنه على ترس اسمه ترس الكاليتش. والترس الكاليتش ده هو الترس اللي مسؤول على ان هو بيكون راكب على العمود بتاع السحب بتاع بكره السحب زي ديت. بيبقى في نهايه العمود ديت بكره السحب اللي هي بيلف بيها. فالكاليتش ده بيبقى راكب بالطريقه اللي زي ما انتم شايفين حضراتكم. زي ما انتم شايفين حضراتكم ده الترس ده بيتحرك نص حركه كده. فالمفروض ان الريلي بيبقى جاي واقف كده، يعني بيبقى ماسك ده كده، تمام؟ بيبقى مفتوح كده وماسك ده كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. بمجرد ان ما يمر تيار كهربي في الملف بيحول قطعه الحديد ده قلنا المغناطيس، فبيبدا يجذب الجزء المعدن ده ليه، فبيبدا الترس ده يتحرك. فمع حركه الترس ديت تبدا الحركه بتاعه التروس اللي موجوده في الطبعه يتحرك معاها ايه؟ يتحرك معاها الترس ده، فبالتالي يحرك بكرة السحب ديت. وبعد كده يحرك البكرة اللي بدورها تقوم بسحب الورقة، وبعد كده تطلع لنا الورقة لحد ما تعدي بكرة السحب، وبعد كده تخش مراحل الطباعة الطبيعية بتاعتها. يبقى كده احنا عرفنا ايه هو الريلي وبيتركب من ايه ووظيفته ايه في الطبعة، وكمان عرفنا الريلي بيعمل ايه في حالة الغلق وفي حالة الفتح. ونعيد تاني ونقول ان في حالة الغلق لما الريلي يبقى وضعه مغلق كده، يبقى بالتالي المكنة واخدة اوردر ان هي تطبع ورقة من الطبعة او ورقتين او 3 على حسب بقى. وهعرفكم ازاي العملية بتتم بالتفصيل بس قدام شوية في الفيديو. خلصنا كده الجزء اللي احنا اتعرفنا فيه على الريلي، وعرفنا الكاليتش. وفي اي طبعه يا جماعه بيبقى موجود ده في الطبعات عموما الاتش بي، اكتريه الطبعات الاتش بي او 3/4 الطبعات الاتش بي بيبقى موجود الترس ده بعمود السحب ده، مع اختلاف عمود السحب وشكله وطريقه تشغيل بكره السحب في الطبعه. ننتقل لنقطه تانية وهنتكلم ايه المشاكل اللي ممكن تحصل للريلي وايه المشاكل اللي ممكن تسببها في الطبعه. علشان اقول المشاكل ديت حابب ان انا اعرفكم حاجة تانية. الحاجة التانية هي ان كل مرة بتسحب الطبعة فيها ورقة او بتطبع فيها ورقة، الكاليتش ده بيفتح ويقفل في كل مرة. بيفتح في كل مرة بتدي لطبعتك اوردر ان هي تطبع فيها. طيب دلوقتي انا مدي اوردر للطبعة وليكن 5 ورقات.
ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الكاليتش ده مفروض يفتح ويقفل كده 5 مرات، في كل مرة من المرات بيبدأ ان هو يسحب ورقة. طيب الورقة دي بتتسحب امتى؟ بتتسحب لما بتوصل لحد اول سنسور اللي هو بعد بكر السحب، عشان السنسور يدي امر لبوردة الداتا ترجع الامر تاني للريلي ان انت كده خلاص الورقة عدت. اقف بقى لحد اما تجهز نفسك للورقة التانية، وبعد كده ايه هديك امر ان انت تفتح تاني تسحب لي ورقة تانية. خلاص يا رب يكون اللي النقطة دي مفهومة. انا حاسس ان هي فيها لبس شوية، بس ان شاء الله اكون وصلتها لكم. طيب انا دلوقتي لما ديت بيفضل يفتح ويقفل يفتح ويقفل يفتح ويقفل لمدة 5 مرات، انا الكلام اللي انا بكلمه حضرتك ديت بيحصل في جزء من الثانية، انت ما بتحسش بيه، بس انت ممكن تعرف صوت تكة الكاليتش ديت اللي انت سامعها ديت بتسمعها في المكنة. فدلوقتي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الكاليتش ديت علشان خاطر الصوت ده ما يبقاش قوي كده، بيبقى فيه قطعة اسفنج هنا فوق وتحت. فقطعة الاسفنج ديت مع كتر التشغيل ومع العمر الافتراضي بتاعه بتبدأ ان هي تعمل حاجة زي زيت كده او حاجة مادة لاصقة، اللي هي الاسفنجة ديت بتعمل زي مادة لاصقة كده. فبيبدأ بعد كده ايه اللي يحصل؟ بيبدأ ان هو يقفل وما بيفتحش. يقفل وما بيفتحش. هي دي المشكلة؟ هي دي المشكلة. طب بيقفل وما بيفتحش، يبقى السنسور ما بيلحقش ان هو يقرا ان في ورقة عدت منه. ده ما لحقش ان هو ورقة عدت منه، لا الورقة التانية جاية التالتة جاية، فما بيقراش مقاس الورقة صح. بيحس ان الورقة مش هي مقاس الاي 4، لان لما انت بتبقى مظبط المقاس بتاع الورقة على حجم الاي 4 او اللتر او الاي 5، فهي ليها حيز معين او عدد ثواني معين المفروض تعدي فيه من السنسور للسنسور. فالوقت ده بيزيد او بيقل بيعمل لك مشكله، ما بيبقاش المقاس مظبوط او الجزئيه ديت ما بتبقاش مظبوط. ده حاجه مهمه جدا عشان ما تعملكش ايرور في الطبعه. طيب انا امتى اعرف بقى ان حجم الورقه هو المشكله او هو السبب في الحشر، وامتى اعرف ان الريلي هو المشكله في الحشر او سبب الحشر؟ حاله واحده بس اللي تعرفك ان المشكله في بتسحب معاك كذا ورقه وفي نفس الوقت بتحشر ورقه في خروج السخان، وبتحشر ورقه تحت الحباره، وبتحشر ورقه في اول الدرجه عند بكر السحب. اعرف على طول ان ديت ريلي سحب وتروح تعمل ريلي السحب. خلاص نتنقل بقى على الموضوع اللي بعد كده، وهو طيب انا لما الريلي يعمل معايا كده ارميه خلاص واشتري واحد جديد ولا ليه حل؟ لا ليه حل. طب حله ايه؟ حله ان حضرتك هتجيب قطعه اي قطعه لزقه او دبل فيس بيكون اللي هو السفنج اللي هو الرفيع شويه ده، وهبدا ان انا احط على الجزء اللي انتوا شايفينه حضراتكم ده، ابدا احط عليه اللي هو الجزء الشيكرتون او اي ماده بحيث ان هي تعزل وانضف المكان ديت، وبعد كده احط الماده ديت او الشيكرتون ديت بحيث ان هو يعزل الجزء ده عن الجزء ده عشان ما يلزقش في الجزء ده، وبكده تكون المشكله اتحلت ومشكله الحشر عندك اتحلت. ولو انت عايز تشوف فيديوهات اكتر عن حل المشكله دي للريلي، هتلاقي فيديوهات كتير على القناه بتكلم فيها على الريلي واسبابه واعطاله وطريقه اعطاله في طبعات كتير قوي اتش بي وسامسونج، فيا ريت ترجع للفيديوهات وتتفرج عليها. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تدعم القناه باللايك والاشتراك وتشير الفيديو في كل مكان عشان الكل يستفيد. اشوفك في فيديو